السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، إليكم تفاصيل أخبار الآن. أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن أسعار المنتجات الغذائية، الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة، بدأت فعلا في الانخفاض بفضل الإجراءات التي يتم اتخاذها وبفضل تحسن الظروف المناخية، مؤكدا أن الأسعار ستواصل تسجيل تراجع في الأيام المقبلة، حيث تصل إلى مستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان. وعرفت الأسعار ارتفاعا ملحوظا في مختلف الأسواق على الصعيد الوطني، وشملت اللحوم والخضروات، الأمر الذي أثار استياء الأسر المغربية وسبب في ارتفاع الأصوات المنادية بتدخل الحكومة ووزارة الفلاحة بالخصوص لتخفيف من الغلاء، خاصة مع محدودية الإجراءات التي تم القيام بها إلى حدود اللحظة. وتطرق رئيس الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس 16 فبراير الجاري موضوع تعزيز مراقبة الأسواق الوطنية، مطالبا الوزراء بالسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، وهو الموضوع الذي شدد على أن الحكومة ستواكبه حتى تعود الأسعار إلى مستواها الاعتيادي.